بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. أبطال ثالثة إعدادي النهاردة إن شاء الله هنكمل التدريبات الأولى على أول درس في الجبر عليك. حلينا نص التدريبات من رقم 1 لحد 15، هنحل الباقي. تمام. بسبب أنا بفصل على جزئين عشان أنت نفسك تتفتح كده على الفيديو وما يبقاش طويل قوي فيبقى ممل قوي. ده أولا. ثانيا، لو حابب تحجز معايا في الجروبات ادخل وكلمني في الجروبات المدفوعة، بنشرح أحلى شرح وفي متابعة يومين في الأسبوع، 8 حصص في الشهر. طبعا في اختبارات بعد كل وحدة. ادخل كلمني 011 26 49 538، والشرح بيبقى على برنامج الزوم. سؤال 16 يا باشمهندس بيقول لك على شبكة بيانية متعامدة اللي حصل ضرب ديكارتي ألف باء ج د هاء م ثم أذكر عين ثم أذكر. ماشي. بص يا سيدي، هتروح تعمل إيه؟ هترسم لي شبكة عادية خالص كده. 1004 و5 يعني أمشي 4 1 2 3 4 وأطلع الدور الخامس 1 2 3 4 5 4 و5 أهي. تعمل نقطة فوق الأربعة وقصاد الخمسة وتكتب جنبها ألف وتقول له دي في الربع الأول. ده الربع إيه؟ الأول. طب 6 وسالب 3، 6 هتمشي 6 سالب 3 هتنزل تحت. أدي 6 وسالب 3. وهتقول لي كده دي في الربع دي باء، ودي في الربع الرابع. طيب ج سالب 2 و7، أدي سالب 2 يا سيدي، ولا تزعل نفسك وتطلع الدور السابع. 6، أدي الدور السابع أهو، هشيل لك رقم بقى. ماشي. 6 أدي 7، يبقى سالب 2 و7 أهو، أقول له هي دي نقطة ج. وضرب بقى الثالث. طيب ده سالب 1 و6، سالب 1 وتطلع الدور السادس. ده سالب 1 وتطلع الدور السادس، ده أهو. في، لا أنا كاتب فلس ليه؟ أنا لسه صاحي من النوم. والله ده الثاني. ماشي. وصلنا لدال سالب 1 طلعت 6، وده برضه الثاني اللي هي نقطة الدال دي. طيب ها سالب 4 و5، سالب 4 سالب 3 سالب 4، وأطلع دور الخامس ولا أنزل؟ هنزل عشان دي سالب. سالب 4 سالب 5 أهو. ونقطة ها هو ده الثالث. الميم 0 و6 صفر، وأطلع الدور السادس وأقول له دي ميم. ولا تقع في أي إرباع ولكن تقع على محور الصوت، يبقى الميم دي تقع على محور صوت. كاف 9 و0 همشي 9 6 7 8 9، ولا أطلع ولا أنزل، تقع على محور س، تقع على محور السينات. يلا بينا ندخل في سؤال 17 يا دكتور. سؤال 17 بيقول لك اختر الإجابة الصحيحة. أي النقط التي تقع في الربع الثاني يبقى سالب موجب. تقع على محور الصادات يبقى ده بصفر، فألف ناقص الباء بصفر. لما حاجتين تتراحم بيديك صفر، فالحاجتين دول متساويين عشان تيجي تتراحم بيديك صفر. تقع بمحور السينات يبقى ده اللي بصفر. فازاي ده يبقى بصفر؟ يبقى الباقي دي تبقى بسبعة، عشان 7 ناقص 7 صفر، يبقى الباقي بسبعة. يبقى الاختيار السليم ج. يلا بينا ندخل على سؤال رقم 4. تقع على محور الصادات يبقى المسقط الأول بصفر، فخمسة في صفر بصفر يتبقى واحد. تقول لك الأول بيساوي الأول. مش هكتبها على جنب دي ممكن؟ طب يلا بينا نكتبها مع بعض. س زائد واحد بيساوي سالب واحد. فزائد واحد ده يجي أنا بسالب واحد، سالب واحد سالب واحد سالب اتنين، يبقى س دي بسالب اتنين. الصوت بالجذر التكعيبي 27 هو 3، يبقى الصوت ده ب3. طيب سالب موجب يبقى سالب. بقول لك الباء أقل من التلاتة. أقل من التلاتة وليكن صفر مثلا. طب ما صفر ناقص 3 سالب 3 وموجب سالب، تقع في الربع الرابع. سؤال 7 بيقول لك س تنتمي لح سالب يبقى س سالبة، فالسالب في السالب يبقى موجب، وده يبقى سالب، والموجب سالب، ده الربع الرابع. يبقى 6 7 ده الدال. يلا بينا سؤال 8. هل بقى تقع في الربع الرابع يبقى واحدة موجب وواحدة سالب. طب لما تيجي تضرب في بعض يديك سالب، والسالب أقل من الصفر. يبقى 8 نختار أقل اللي هي الجيم. يلا بينا 9. إذا كان السين تقع في الربع الثالث يعني سالب سالب، فلما أجي أكعب يبقى سالب، لما أجي أربع يبقى موجب، والسالب موجب ده السالب. إذا كانت النقطة دي تنتمي س شرط محور السينات، يبقى الصاد بصفر. الصاد فين ده؟ بصفر. يبقى الباقي اللي فوق بصفر، صفر رايح في الصفر. القيمة المطلقة لس ب3 يبقى الس بموجب أو سالب 3.
صاد تربيع بأربعة يبقى الصاد بموجب أو سالب اتنين. بيقول لك تقع في الربع الثاني، يبقى أنا محتاج سالب وموجب، محتاج سالب تلاتة في السين والصاد بموجب اتنين، وبيقول لك المعهم اللي مع بعض هنا أهو، لما أجي أجمعهم يبقى سالب واحد. يلا بينا نشوف سؤال 12. الألف سالبة والباء موجبة. طيب في النقطة اللي تقع في الربع الثاني، الربع الثاني بقى نشوف سالب موجب. طب ما سالب موجب ده ثاني خلص. سالب موجب ده ثاني اللي هو سالب مع الموجب. إذا كان سن ناقص أربعة تقع في الربع الثالث، الربع الثالث يبقى سالب سالب. ماشي؟ ماشي. فأنت عايز دلوقتي ده سالبة. لو أنت جيت ما ينفعش أولا أربعة اتنين، ما ينفعش ولا تختار اتنين ولا أربعة. طب ينفع أختار تلاتة؟ لا، تلاتة دي هتبقى ده موجب عشان اتنين ناقص تلاتة، أو لا هيبقى سالب والله. اتنين ناقص تلاتة سالب واحد ينفع. وتلاتة ناقص أربعة برضه سالب واحد، يبقى تلاتة ده اختيار سليم. طب 14 تقع الجزء السالب من محور الصادات، يبقى أولا السين بصفر، يبقى ده بصفر. كاف تربيع ناقص أربعة بصفر، يبقى الكاف تربيع بيساوي أربعة، يبقى الكاف بالموجب يبقى سالب اتنين. بس قال لك السالب يبقى لازم تختار السالب بس، يبقى الكاف سالب اتنين. طبعا الشرقية وأسئلتها جميلة. سؤال 18. إذا كان أ ب ج فعين على الشبكة التربيعية نقط أ ب ج ثم موجد المساحة. بص يا سيدي، ترسم شبكة جميلة زي حالتك كده أهو، بتقول لي ألف سالب اتنين مع الصفر، سالب واحد سالب اتنين وصفر ده ألف، سالب اتنين وتلاتة أدي سالب اتنين وأطلع الدور التالت. هنا بقى الجيم اتنين وتلاتة أدي واحد اتنين وأطلع الدور التالت تجيب، وبعد كده توصل كده. حلو حلو. أوجد المساحة، المساحة الارتفاع ده بتلاتة، واللي فوق ده من اتنين واتنين هنا أربعة، اتنين هنا واتنين هنا يبقى دول أربعة، يبقى القاعدة أربعة والارتفاع تلاتة. يبقى نص القاعدة في الارتفاع، يبقى نص تلاتة في أربعة، ونص في أربعة في تلاتة هي نص من 12 ستة. ستة وحدة مربعة أو ست وحدات مربعة زي ما هو كاتبها. يلا بينا يا باشمهندسين سؤال 19. بيقول لك إذا كانت س بالقصة أوجد المنطقة التي تمثل س ضرب ديكارت س. بص يا شاطر، بس خليني ممكن أرسم لك ده السؤال ده بره عشان يعني إيه تفهمه حلو، تفهمه كويس. بص، سالب اتنين مع التلاتة أدي سالب واحد، أدي سالب اتنين مع التلاتة، هطلع فوق واحد اتنين تلاتة. فين سالب اتنين مع تلاتة يا مستر؟ أدي برضو واحد اتنين تلاتة، أدي سالب واحد سالب اتنين. أول حاجة من سالب اتنين لتلاتة أهو سالب اتنين لحد تلاتة، بس أنا مش عايز الحتة دي بتحديد. أمال إيه؟ هروح أغير اللون وأرسم له كمان سالب اتنين وتلاتة على محور الصادات، أو تتقاطع مع محور الصادات. سالب اتنين أهو وتلاتة. شايف المنطقة اللي في النص دي هي الحل، الخط الحمراء دي هي الحل. طب ألف واحد واتنين، واحد واتنين هي النقطة دي تنتمي لهذه المنطقة، تنتمي. طب تلاتة وسالب واحد، تلاتة وسالب واحد تنتمي أهي، تلاتة وسالب واحد أهي تنتمي. أغير لك اللون. طيب سالب واحد وأربعة، سالب واحد واطلع الدور الرابع، بص كده لا تنتمي للحل. نقطة الجيم دي لا تنتمي. ده سالب اتنين وصفر، سالب اتنين وصفر تنتمي للحل. يبقى يوجد ثلاث نقاط تنتمي للمنطقة، ويوجد نقطة لا تنتمي إلى الحل. سؤال 20 بقى هسيبها لك أنت وإيه، ماشي؟ ولا أحلى لك عشان خاطر عيونك. سين سالب اتنين وتلاتة أنا ما بيهمش عليها، هسيب لك حاجة لما تكونش عارفها ولا حاجة. سالب اتنين أدي سالب واحد سالب اتنين وتلاتة، واحد اتنين تلاتة، أدي سالب اتنين وتلاتة. كده أنت خلاص خلصت. هعدي بالين ولا حاجة؟ لأ. طيب، وهدخل على من صفر لأربعة، أدي الصفر وأطلع الدور الرابع. المنطقة اللي في النص دي هي الحل. طب ده س في الصاد، طيب الصاد في السين بقى ازاي نمثله؟ بص يا سيدي، الصاد يبقى هبدأ بصفر وأربعة تحت أهو، الصاد في السين ازاي أمثله؟ يعني صفر لواحد اتنين تلاتة أربعة هرسمها تحت، وبعد كده هعمل خط عند الصفر وعند الأربعة وهم معمولين. بعد كده السين سالب اتنين وتلاتة، أدي سالب اتنين
و3 هعمل خط هنا وخط هنا، المنطقة اللي في النص دي هي الحل. دي الصاد في السين، لكن دي السين في الصاد عشان نبقى متفقين. طيب صاد اتنين يبقى 0 و4، هي صاد 2 تبقى 0 1 2 3 4، وهنا 0 1 2 3 4، من 0 ل4 كده أهو، من 0 ل4 كده أهو، هتبقى المنطقة دي هي صاد. كده نبقى الحمد لله خلصنا مسائل، جميع المسائل، وهندخل على حل مسائل الفائق. فيلا بينا مع بعض. بيقول لك س شيل منها ص يديك 7، وص شيل منها س يديك 2 و4، والتقاطع ب6. يبقى أولا طالما التقاطع ب6 وهو عايز س ضرب ديكارت ص وص ضرب ديكارت س، يبقى 6 و6 خلص. أهو مفيش إلا التقاطع إلا ال6، يبقى ما تصدعش نفسك ولا تعمل أي حاجة. يبقى التقاطع إيه؟ 6 و6، وهو موضحها لك فبسيطة مفيهاش أي حاجة. السؤال التاني بيقول لك 3، تروح عند ال3 أهو، ترسم خط، ده صح وده صح، ده غلط وده غلط. من 0 ل2 يعني من الصفر وطلع للدور التاني، يبقى ده صح، وهنا من الصفر طلع الدور التالت يبقى ده غلط، يبقى الاختيار ألف. مش محتاج أنا قصة وحدوتة وأحكي لك إيه، أحكي لك الرواية كاملة. سؤال 22 بيقول لك السين جزء من الصاد، يعني السين أهو جزء من الصاد الكبيرة. قلت له بعدين قال لي السين فيها ألف 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 2 2 2. قلت له ما تقول ألف ب2. الصاد فيها 1 2 3 1 2 3. قلت له ما تقول 1 و2 و3. ستوب بقى. طب ما ممكن الألف دي لو واحد، الألف دي لو هي أخدت 1 يبقى فيه هنا 3، والعكس. يبقى قيمة ألف هنا ممكن تاخد حاجتين، الألف ممكن تبقى ب1 فيبقى هنا في 3، أو العكس. يعني العكس، الألف دي هي اللي تبقى ب3 فيبقى هنا في 1. يبقى الألف دي ممكن تبقى ب1 وممكن تبقى ب3، اللي هو الرقمين المختلفين عن الاتنين. 23 س جزئية من الصوت. مين دي؟ ازيك يا حاج؟ مين انت؟ ايه ده؟ ماشي، منورانا ومشرفونا. س جزئية من الصوت، ادي السي وادي الصوت، وبيقول لك الاتنين ضربهم 6، والأربعة تنتمي للسي، أكتب هنا 4، والواحد ينتمي للسي، والسبعة تنتمي للصوت. فوجد السين ماسين 1 و4، والصاد 1 و4 و7. طيب السين في الصاد، يا نهار أبيض دي قصة بقى طويلة شوية، يعني مش طويلة أوي بس يعني إيه، اكتبها أنت بقى، هكتبها لك 1 و1 أهو، 1 و4، 1 و7. أقول واحد شكرا، 4 و1، 4 و7. 4 و4 راحت فين أهي، يبقى الواحد مع دول كلهم، والأربعة معاهم كلهم. وبهذا القدر نبقى الحمد لله خلصنا جميع تدريبات رقم 1. لو طولت التعديل محتاج أي حاجة تروح كلمني، محتاج تشترك في الجروبات وتروح كلمني. مستني منك دعوة جميلة. أشوفكم إن شاء الله في حصة جديدة، في فيديو جديد، في تمارين جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.